السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. كريب بطريقة جديدة يا بنات، لا عجين ولا عيش تورتيلا ولا عيش سوري، حاجة كده اختراع، حاجة اقتصادي بطريقة سهلة. شايفين الجمال بيطلع ازاي؟ تعالوا يلا نشوف طريقتنا. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة اللي كنتم أول مرة تزوروها. شايفين الجمال والجبنة سايحة ازاي؟ حاجة من الآخر فاخر. يلا نشوف طريقتنا. أنا عندي أي كمية من البانيه قطعتها شرايح اللي هي رفيعة بتاعت الشاورما. تمام، أي كمية أنت عايزاها. شوفي التتبيلة بقى بتاعتنا. انا عندي حوالي 3 معالق كبار زبادي، 3 معالق كبار زيت بتاعنا، وبعد كده التتبيله العسل دي بتاعت الشاورما بتاعت ماجي. فظيعه يا بنات، حاجه تحفه طعمها، يعني جميل جدا. جربوها ان شاء الله هتبقى يعني اكله معتمده عندكم. هتعملوها بنفس اللي هي المقادير دي والوصفه دي. قلبيها بقى كويس كده، وهنبدأ ننزل بالفراخ بتاعتنا اللي هي البانيه اللي احنا مقطعينه، وهنسيبها في التتبيلة حوالي نص ساعة او اكتر على حسب الوقت اللي عندك. تمام، هنسيبها بقى وتعالوا نشوف هنعمل ايه بعد كده. انا عندي الطاسة بتاعتي كده على النار. دلوقتي النار عالية، هنحطها بقى كده على نار عالية لغاية ما تاخد كده صدمة بس من اللي هي الجنبين، وهنبدأ نقلب فيها كويس. يعني وقت السوا بتاع على النار هتاخد من حوالي من 10 دقايق لربع ساعة، او ممكن تلت ساعة لو النار عندك هادية بتاعة البوتاجاز بتاعك. يعني هي احنا عارفين الشاورما مش بتاخد وقت خالص على النار. هنقلبها كده ونسيبها حوالي ربع ساعة على النار. بعد كده هنبدأ بقى الفلفل والبصل الشرايح ده على حسب الكمية اللي انت عايزاهم. عايزة تكتري او تقللي حسب رغبتك، يعني على حسب الرغبة اللي انت بتحبي، ان كان الخضار كتير او قليل. تبليها كده بقى ملح وفلفل وبابريكا، وسيبيهم برضه. انا بحب اللي هي الفلفل والبصل يكونوا مقرمشين شويه، يعني دقيقتين 3 كده تقليبه يتبلوا بس شويه، وبعد كده الشاورما بتاعتنا تبقى استوت. هنا بقى بعد الشاورما ما استوت، هنا معلقتين كبار طحينه تقيله. الطحينه بقى بتعمل لنا عمليه اللي هي التماسك ما بين اللي هي المقادير بتاعتنا، عشان نعرف نفردها على الكريب بتاعنا اللي هنشوفه دلوقتي. الطحينه انا بعملها ازاي؟ كوب زبادي مع الطحينه وفصين توم مدقوقين، وطبعا شويه ملح، وبخفها بشويه ميه صغيرين خالص عشان انا عايزاها تقيله. لكن لو مش هنحطها هنا على الشاورما طبعا بنخفها شويه بالنسبه للاكل بتاعنا اي حاجه بناكلها معاها. طبعا بصوا بقى الاختراع الجميل ده عيش بلدي يا بنات عادي، اللي هو احنا بنشتريه من الفرن عادي خالص. عندنا الجبنه بتاعتنا المشكله، اي انواع جبنه انتوا عايزينها، والمايونيز والشاورما. شايفين بقى انا باجي كده من عند نص الرغيف وابدا اقسمه كده، وبعد كده هنبدا نلفه. يعني انا بوريكم انا هلفه ازاي. هنبدا نقلب اللي هو الرغيف بتاعنا كده، وهنبدا نحط اللي هي معلقتين 3 من اللي هي الشاورما بتاعتنا بالشكل دوت، وهنفردها شويه كده. عندي مايونيز وعندي كاتشب هحطهم، وبعد كده هبدأ احط اللي هي ميكس اللي هي الاجبان. عندك بقى موتزاريلا بس او تركي او شيدر، او عندك اللي هي الميكس كلهم كده على بعض حطيهم، بيدي طعم برضو جميل وبيدي تماسك مع اللي هي الشاورما ومع العيش. هنبدأ نلفه بالطريقة اللي انت شايفينه ده. شايفين ولا اسهل؟ كريب ده بقى ولا مش كريب؟ لا كريب، حاجة تحفة، متماسك جدا. تعالوا نعمل كمان رغيف قسمته كده من النص لبره. بعد كده هنحط برضو الكمية بتاعت اللي هي الشاورما بتاعتنا. شوفوا ميزة الطحينة جميلة ازاي، بتخليها متماسكة جدا كده، وما تخليهاش تقع من السندوتش بتاعنا. نحط برضو اللي هي نفس الحكاية الكاتشب والمايونيز والأجبان بتاعتنا، وهنبدأ نلف الرغيف. أحلى كريب بتعمليه اعمليه كده، هتبقى وصفة معتمدة عندك. أنا عندي بقى ديت مكعبين زبدة كويسين كده، حطيتهم على النار لغاية ما ساحوا، وبعد كده هحطهم بقى على النار. اهم حاجه بس النار هاديه يا بنات. وهاخد من الزبده كده اللي في الطاسه هحطها على وش اللي هي الرغيف بتاعنا، وهقلبه ممكن 5 6 مرات عادي، يعني مفيش مشكله. لو حاجه وقعت من الكريبه خلاص ممكن تشيليها عشان ما تتحرقش. هنفضل كده حوالي مثلا 5 دقايق. هنقلبه كل شويه من جنب، مش مرتين بس، لا كل شويه، علشان تاخد الوان موحده بالشكل ده. الجبنه بدات تسيح اهيت ما شاء الله. شايفين جميله وطعمها فظيع. ولا احلى بقى تقولي بقى عيش سوري او كريب انت عمليه بقى دقيق وميه وعجين والكلام ده كله، او حتى عيش تورتيلا بتشتريه من الجاهز. بجد يا بنات تحفه، جربوا كده. طبعا انا خلصت الكميه الاولانيه، حطي بقى الكميه التانيه برضو. لو الزبده نقصت عندك زودي برضو مكعبين زبده، وهكذا لغايه ما تخلصي الكميه اللي عندك. بصوا كريب فاخر من الاخر، حاجه تحفه والله، جميل جدا، اقتصادي جدا. بصي يعني برغيفين 3 عيش هتاكلي العيال عندك. خلصي بقى كميتك كده.
شايفين حاجة يعني جميلة جدا والله، يعني مهما قلت مش هدي الوصفة حقها، بجد تحفة. شايفين الجبنة سايحة ما شاء الله، مقرمش من بره وطري من جوه، حاجة بصراحة كان طعمها فوق الخيال. جربوها وإن شاء الله هتبقى وصفة معتمدة عندكم، يعني حاجة السهل والبسيط كده مع حنان إن شاء الله هتتعلموا إن شاء الله يعني وصفات كتيرة كده وجديدة، وفي نفس الوقت مش مكلفة إطلاقا يعني. أتمنى إن الفيديو ينول رضاكم وتنفذوه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.